صباح الخير على الساده المشاهدين اللي بيشاهدوني من على اليوتيوب. اسعد على صباحكم اليوم. انا هنا في محل فراخ. بصراحه الواحد ما يظلمش التجار كلها، في ناس تجار برضو محترمين وبيهودوا مع الناس الغلابه وبييسروا امورهم وكده يعني في البيع والشراء. فهي فعلا مساله عدم ضمير فعلا. في ناس اللي عايز يبيع اللي عايز يبيع بصراحه. اهو الناس اهو عندها حاجات حلوه اهي. ومعايا كلمنا برضو من محل، هو واحد محترم قوي قوي. اسمك ايه؟ معايا رمضان برضه اهوت، ده باجي اخد منه هنا من عندي من الشيخ زايد في السوق القديم، عشان الناس تبقى عارفه يعني. رمضان في السوق القديم، الناس دي من بني سويف بياكلوا عيش معامله جميله قوي قوي بصراحه. مش باخد منهم انا. بص حتى الليمون، بصوا حتى يعني شياكه المحل عندنا كله متصرمط اهو. والواحد لازم عشان ياكل حاجه تكون حاجه كويسه بصراحه. فانا بقول لرمضان رمضان متشكر. بس انتوا مع الناس كده كلها ولا؟ لا، مع الناس كلها لازم طيب لو حد جالك كده يعني على قده، والفراخ مثلا لو الكيلو مثلا ب 45 وقال لك مثلا خليه سيب لي 2 جنيه بالنسبه له ولا؟ تحت امره عادي، لو 5 جنيه عادي. سامعين بقى الناس اللي بتساعد فعلا وتقف مع الدوله. مش مع حد خالص. شفتوا بقى يعني دي ناس بصراحه لو كل تاجر يعمل كده كان كله يعيش كله. اما في تجار يقول اصل العلف غالي، اصل مش عارف ايه. هو فعلا العلف غالي عارفين، بس هو لو في ايده برضه هينزل حاجه للغلابه، هينزل حاجه للغلابه. خلينا واقعيين. معانا رمضان اهو من المحل اهو، وانا مش اول مره اخد منه. انا لفيت اسواق الدنيا كلها، لقيت رمضان بصراحه وعجبت بيه. قلت لازم الناس دي اشيد بيها. زي ما في صوره سلبيه في صوره ايجابيه اهو مع الراجل دوت. ومش عايزين نحمل كل حاجه نقول الدنيا بقت خلاص عامي عامي. لا، في ناس كويسين نبحث، وناس كتير بسمعهم في القنوات المرئيه ومسموعه بيقولوا الواحد ما يروحش من محل واحد، يسال من محل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. فانا بقى عملت كده بصراحه، ولقيت ناس كويسين وناس من جيراني بيقدروا الناس الغلابه. واقول لك صباح الفل يا رمضان، وان شاء الله اراك في حلقه ثانيه يا رمضان. والى اللقاء.